الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الإخوة الكرام، كلما نست الأمة المسجد الأقصى وكلما نست القدس يتطوع أحدهم مشكورا ويعيد القدس مرة أخرى إلى الواجهة. فعندما نست الأمة القدس وانشغلت بنفسها خرج علينا هذا المدعو ترامب ليقول لنا أن القدس عاصمة للصهاينة، فهاجت الأمة، ثم هو اليوم يقول أنا أعلن عن صفقة القرن. والحقيقة أن هذه الصفقة أول من تكلم عن كلمة صفقة القرن هو ليبرمان الصهيوني، الوزير الصهيوني، وليست فكرة أمريكية، هي فكرة صهيونية صاغها هذا ترامب لكي ينهي القضية الفلسطينية. فهي ليس صفقة، لأن الصفقات تعقد ما بين طرفين، وهم قد عقدوا هذه الصفقة وحدهم، لم يعقدوها معنا. من الذي عقد معهم هذه الصفقة ليقولوا أنهم سيعلنون عنها؟ صفقة القرن هذه هي وسيلتهم الجديدة لتصفية القضية الفلسطينية. والقضية الفلسطينية هم يظنون أنها بهذه البساطة ينهوها، بأننا سنبيع المسجد الأقصى ونبيع فلسطين ب50 مليون دولار، ولا يا ليتها كانت فلسطين كلها، إلا هي أجزاء من فلسطين فقط لا تتجاوز 5% من فلسطين نفسها، ونأخذها ب50 مليون تحت الاحتلال. هذا السفه لا معنى له إلا أنهم يريدون إنهاء القضية الفلسطينية من غير أن يعطوا شيئا للمسلمين الذين ينتظرون على أحر من الجمر هذا اليوم الذي سيحررون فيه الأقصى. هناك نقطة مهمة يجب أن نلتفت إليها قبل أن نتكلم أو قبل أن نتناقش ونتباحث حول صفقة القرن. هذه النقطة هي أننا لا يمكن أن ننتظر خيرا من الولايات المتحدة. لماذا؟ لأن الولايات المتحدة التي تدعي اليوم أنها جاءت لتحل هذه القضية، أو ترامب يريد أن يحل هذه القضية التي عجز من كان قبله أن يحلوها، الولايات المتحدة لم تقم إلا على جثث من أسموهم الهنود الحمر، وهم الذين كانوا أصحاب البلاد، هم أصحاب البلاد الحقيقيين، قتلوهم وأقاموا دولتهم فوقها. فكيف ننتظر منهم اليوم أن يتعاطفوا مع الفلسطيني الذي يقتل من أجل الدفاع عن داره؟ بل على العكس، هو سيتفاعل وسيتعاطف مع الصهاينة، ثقافتهم متشابهة. إذا كان الصهاينة قاموا بدير ياسين قبل ذلك التي قتلوا فيها قرية كاملة من الفلسطينيين في 48، فنحن نقول أن أمريكا عندما دخلت إلى فيتنام وابحثوا وراء هذا الاسم، قام الجنود بقتل أصحاب قرية، أهالي قرية تسمى بماي لاي، وابحثوا عن ماي لاي ستجدوا أن هذه قرية فيتنامية دخل عليها الجنود الأمريكان فأبادوهم، قتلوهم كلهم بدون أي جريرة، ولم يكن فيها جنود ولكن كانوا مدنيين. فكيف سننتظر من الولايات المتحدة أن تقدم لنا شيئا أو تتعاطف معنا أو تكون في صفنا أو تكون في صف الحق؟ الولايات المتحدة والصهاينة هم في كفة واحدة. أما هذه الصفقة فهي إنقاذ لترامب المهدد بالعزل، والذي يعني تصيبه الإهانة في كل يوم. ونحن قد رأينا على المقاطع التي فيها رئيسة البرلمان وهي تمزق الخطاب الخاص به، ويتكلمون عنه بكلام في منتهى السوء. هو يريد أن يحسن موقفه حتى يأخذ الانتخابات القادمة، يأخذ فيها الدورة الثانية له. أما نتنياهو فهو عليه قضايا فساد لا نهاية لها، فهذا مهدد من قبل شعبه ومن قبل حكومته بالعزل، وهذا مهدد بالسجن، وكلاهما يبحث عن شيء يعني يلهي الناس به لكي يقولوا أنهم فعلوا شيئا لم يستطع من كانوا قبلهم أن يفعلوه. وهذا الأمر يعني سينتهي مثل ما انتهى قبله كثير من المفاوضات التي وصل عددها الآن إلى عدد لا يستطيع الإنسان أن يحصيه.
وعمر هذه المفاوضات يعني يزيد الآن عن 80 و90 سنة، بل وصل إلى 100 سنة منذ أن قام بلفور وسايكوس بيكو، وكل هؤلاء كانوا يريدون أن ينهوا هذه القضية التي لن ينهيها إلا ما وعدنا الله تبارك وتعالى به. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. المساجد في بلادنا كثيرة، لكن وهذه المساجد يسميها من يبنيها، فمن يبني مسجد يسميه على اسمه، يسميه مسجد الإيمان، يسميه مسجد التقوى، يسميه بالاسم الذي يراه. لكن المساجد التي سماها الله تبارك وتعالى هي 3، فهو المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. هذه ال3 مساجد الذي سماها هو الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى عندما قال في القرآن في مطلع سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، عندما ذكر لنا وللمسلمين من بعدنا أن المسجد الأقصى هو مقترن بالمسجد الحرام، لم تكن هذه الآية لأهل فلسطين، لم تكن هذه الآية للعرب، ولكن هذه الآية هي حجة على الأمة كلها، على الأمة أن تحمي مقدساتها. يعني ما هذا الذل الذي نعيش فيه عندما نعجز عن أن نحمي مقدساتنا؟ عندما نتخيل الآن أن أي مسجد في بلادنا يدخله الأشرار ومعهم زجاجات خمر، من منا يتحمل أن يحدث هذا في المسجد الصغير الذي يجاور بيته؟ فما بالكم بالصهاينة عندما يدخلون بزجاجات الخمر إلى المسجد الأقصى؟ كيف سيحاسبنا الله تبارك وتعالى ونحن أمة قد قاربت المليارين؟ كيف لا نستطيع أن ندافع عن مقدساتنا؟ واليوم في صفقة القرن يريد ترامب هذا أن يعطي القدس كلها بما فيها المسجد الأقصى لتكون تحت السيادة الإسرائيلية. هذا الكلام يعني يتغنون به منذ فترة، أنهم يحلمون أن تكون هذه البقعة المباركة تحت سيطرتهم لا ليحافظوا عليها. لو كانوا يريدون الحفاظ عليها ما أدخلوا السائحات بلباس البحر إلى المسجد الأقصى. لو كانوا يريدون الحفاظ على المسجد الأقصى ما أحرقوه في سنة 69 في 21 أغسطس 69. لو كانوا يريدون حماية المسجد الأقصى ما أدخلوا السياح فيه بزجاجات الخمر، بل أن أحدهم قد تجرأ وألقى سكب زجاجة الخمر على أرض المسجد الأقصى. هم لا يريدون حماية هذه البقعة الطاهرة، وإنما يريدون هدم المسجد الأقصى وبناء ما يقولون عنه أنه هيكل. ونحن نقول لهم أن الذي سماه الله لا نملك نحن البشر أن نغير اسمه، فسماه الله المسجد الأقصى فلا يملك أحد أن يغير اسمه. المسجد الأقصى هو مهمة ووديعة المسلمين كلهم، وليس فقط أهل فلسطين، ليس فقط العرب، وإنما الدفاع عنه هو مهمة الأمة كلها. وعار على أمتنا أن تداس مقدساتها ولا تثور حتى، ولا تقول رأيها، ولا تعبر عن غضبها. ونحن ندعو إخواننا جميعا إلى التعبير عن غضبهم مما يحدث بكل الوسائل في الحدود الاستطاعة. إخواننا الكرام في تركيا دائما يبادرون، دائما يضعون المسجد الأقصى على قائمة أولوياتهم، دائما يتذكرون الأقصى، وهذا ما يحمدون عليه يعني ويشكرون عليه دائما، أنهم في الصدارة دائما شعبا وحكومة ورئيسا يقومون بدورهم ويتحينون الفرص لكي يدافعوا عن المسجد الأقصى بالمستطاع. فهم يدعوكم اليوم إلى المشاركة يوم الأحد القادم إن شاء الله 10 فبراير، أن تشاركوا في تظاهرة شعبية في المحافظات المختلفة، هناك في اسطنبول، في يعني كابي، في سكاريا، في ديار بكر. فهذا أقل شيء نقوم به، أقل شيء أن نسمع العالم صوتنا، أن تعرف الدنيا كلها أن أهل تركيا
ترك وأكراد وعرب كلهم في صوت واحد وعلى قلب رجل واحد يعلنون عن غضبتهم لما يحدث ويريدون أن يوصلوا صوتهم للدنيا كلها. فبادروا بالمشاركة معهم. لمن يقول ماذا نفعل من أجل الأقصى، وعندما سيسألنا الله تبارك وتعالى يوم القيامة ما الذي سنقدمه للأقصى، هذا أقل شيء نقدمه للمسجد الأقصى، أن نعبر عن صوتنا إزاء ما يحدث من انتهاكات للمسجد الأقصى.